السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي في رابعة ابتدائي. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ودرس جديد مع مس مروة. النهاردة معادنا والدرس الثالث من الوحدة الأولى دراسات اجتماعية، منهج الدراسات الترم الثاني، نموذج أو نماذج للمشكلات الاجتماعية في بلدنا. في عندي في مصر مشكلات اجتماعية، تعالوا بينا نشوف ايه هي المشكلات دي وايه أسبابها اللي خلاها منتشرة في مصر. مصر بتسعى وبتجاهد عشان تحقق حياة كريمة لكل مصري ومصرية عايشين فيها. طيب ازاي؟ بتبني لنا مدارس عشان تعلم فيها المصريين، وبتبني مستشفيات وتعالج فيها المصريين، كمان بتعمل كتير من المشروعات عشان توفر فرص عمل للشباب. مع ذلك مصر زيها زي غيرها من دول العالم عندها مشكلات اجتماعية، مشكلات بتمس المجتمع المصري زي الأمية، عدم معرفة القراية والكتابة. كمان ايه المشكلات؟ البطالة، كتير من الشباب والرجال قاعدين من غير شغل، مفيش فرص عمل ليهم. كمان في الفقر اللي هو أسرة فقيرة أو إنسان فقير ما معهوش فلوس أو مصاريف تكفي يقدر يصرف بيها على نفسه وعلى أسرته. يبقى إيه هي المشكلات الاجتماعية اللي بتواجه مصر؟ الأمية والبطالة والفقر، 3 مشكلات هنسميهم مثلث المشكلات الاجتماعية. مس مروة بتقولك ان في مثلث للمشكلات الاجتماعية في مصر اللي هم ايه؟ الأمية والبطالة والفقر. ال3 مشكلات دول بتعمل ايه؟ بتعطل خطط التنمية في مصر. كل ما مصر تعمل خطة تنمية في مجال من المجالات الاقتصادية بتوقفها ايه؟ المشكلات الاجتماعية اللي هم الأمية والبطالة والفقر. طيب، أول مشكلة عندي الأمية، هي مشكلة عالمية موجودة في كتير من دول العالم، مش موجودة في مصر بس. عشان كده اليونسكو اعتبرت يوم 8 سبتمبر من كل سنة هو اليوم الدولي لمحو الأمية. 8/9 من كل سنة، يوم 8 في شهر سبتمبر اللي هو شهر 9 من كل سنة، اليوم العالمي لمحو الأمية. ليه؟ بهدف تنمية الوعي الدولي بأهمية محو الأمية. لازم دول العالم تسعى إنها تقلل الأمية، بتحارب الأمية، بتقضي على الأمية بإنها بتعلم الناس القراية والكتابة. أشكال الأمية اللي موجودة في مصر، أشكال يعني أنواع، عندي في أنواع للأمية مش نوع واحد. أول نوع الأمية الهجائية، جاي من الهجاء، هجاء الحروف ألف ب ت ج. طيب عرف لي بقى الأمية الهجائية: عدم قدرة الفرد على إيه؟ القراية، القراءة والكتابة. أما أقول لك عرف الأمية الهجائية هتقولي عدم قدرة الفرد على القراءة والكتابة. الإنسان مش بيعرف القراية ولا الكتابة، لا يعرف يقرأ الحروف ولا الأرقام ولا الكلمات ولا الجمل. لو جبت له السطر ده يقراه مش هيعرف لأنه مش متعلم. ده بنسميه أمي هجائي. طيب مش بيعرف يكتب، لو قلت له اكتب اسمك يقول لك معرفش. طب اكتب من 1 ل10 ما يبقاش عارف. ديت الأمية الهجائية. نسبتها في مصر بقى قد ايه؟ الأمية دي وفقا لتعداد السكان اللي حصل سنة 2017 نحو 25.8 نسبتهم من من إجمالي نسبة السكان البالغين 10 سنين، من أول اللي عندهم 10 سنين لحد اللي عندهم 50 و60 و70 سنة. طبعا يعتبر ربع السكان، ربع المصريين عندهم أمية هجائية، عدم معرفة القراءة والكتابة. نسبتهم في الحضر والريف مختلفة. الحضر نسبة الأمية فيها قليلة عن الريف، يعني مثلا عندي الحضر نسبة الأمية 17.7. شفت نسبة قليلة ازاي؟ لكن نسبة الأمية دي في الريف اللي هم سكان الأرياف أو القرى نسبتهم عالية، 32.2%. أما أقول لك صح أو غلط، نسبة الأمية في الحضر أعلى منها في الريف، الإجابة عبارة خطأ. طيب الصواب أو التصويب نسبة الأمية في الريف أو القرى أعلى من الحضر. طيب نسبة الأمية بين الإناث اللي هم البنات والنساء، وما بينهم وبين الذكور اللي هم الرجال أو الشباب، نسبة الأمية في الإناث أعلى من الذكور. يعني نسبة الأميات اللي مش بيعرفوا يقروا ويكتبوا أعلى من نسبة الشباب أو الرجال الأمي اللي ما عندهمش القدرة على القراءة والكتابة. أما أقول لك صح أو غلط، تزداد نسبة الأمية بين الإناث أكثر من الذكور، العبارة صحيحة. طب أما أقول لك أكمل العبارة التالية:
تزداد نسبة الأمية بين نقط أكتر من الذكور. هتقولي إيه؟ الإناث. ناخد بالنا من الجملة كويس قبل ما نجاوب لو جات لنا في أي سؤال. طيب تعالوا بينا نشوف المحافظات الأعلى والأقل في نسبة الأمية. زي ما جاب لك نسبة الأمية في الحضر اللي هم المدن والريف، جايب لك المحافظات الأعلى والأقل. عندي أعلى محافظات في الأمية المنيا 37.2 من جملة سكان المنيا، محافظة المنيا. طيب اللي بعد كده محافظة بني سويف، نسبة الأمية كام بين سكان بني سويف؟ 35.9، نسبة عالية. دول أعلى محافظتين في مصر في نسبة الأمية. طيب المحافظات اللي نسبة الأمية فيها قليلة، البحر الأحمر 12% من سكان البحر الأحمر عندهم أمية، دي نسبة طبعا قليلة. اللي بعد كده بورسعيد، نسبة الأمية 14.1%. طيب الوادي الجديد نسبتهم 14.7%. طيب أما أقولك رتب المحافظات، محافظات ايه مصر أو محافظات المصرية، الأعلى أمية والأقل أمية. هتقولي كده، هتفتح جدول وتقولي وجه المقارنة. الأعلى أمية المنيا، محافظة المنيا، تليها ايه؟ بني سويف. طيب الوجه التاني في المقارنة ايه؟ الأقل أمية. هنبدأ بالبحر الأحمر، هي أقل محافظة في الأمية، بعد كده تليها ايه؟ بورسعيد، وفي الآخر عندي محافظة الوادي الجديد. يا ترى ايه هي أسباب انتشار الأمية؟ يعني ليه الأمية منتشرة في مصر، موجودة كتير كده في مصر؟ بسبب الزيادة السكانية، زيادة عدد المواليد. كل ما عدد السكان زاد كل ما في ضغط على المدارس وضغط على الحضانات، ضغط على الخدمات التعليمية اللي مصر أو الحكومة المصرية بتقدمها للمصريين. تاني سبب إن مش كل الأطفال بيقدروا إن هم يخشوا مدارس يتعلم. ممكن تقابل صدفة جارك أو واحد معرفة، طفل من الأطفال المفروض يخش مدرسة ابتدائي ويتعلم، ما هوش موجود في المدرسة، بيشتغل في مكان أو قاعد لسه في البيت، ما خدش فرصته في التعليم. يبقى مش كل الأطفال بيقدروا إن هم يروحوا مدارس ويتعلموا. كمان عندي إن في بعض التلاميذ بيخرجوا من المدارس، بيتسربوا من المدارس، يطلع من تانية ابتدائي، من رابعة ابتدائي، من خمسة ابتدائي، ممكن يطلع من الشهادة الابتدائية، يبقى في آخر سنة في الابتدائي وما يكملوش يطلع. ليه؟ لأن أسرته مستواها الاقتصادي ضعيف، أسرة فقيرة ما تقدرش إنها تصرف عليه وعلى تعليمه، فبالتالي بيطلعوه من المدارس ويودوه يشتغل في مصنع أو محل أو دكان، أو يشغلوه في ورشة قريبة منهم بحيث إنه يقدر يزود دخل أسرتهم ويقدروا يعيشوا. يبقى في عندي أسباب لانتشار الأمية في مصر. إيه هما؟ الزيادة السكانية، يعني زيادة عدد سكان مصر، وكمان عدم التحاق جميع الأطفال بالمدارس، مش كل الأطفال بيبقى عندها فرصة إنها تروح المدارس وتتعلم. تالت سبب تسريب بعض التلاميذ من المدارس. ليه؟ نتيجة ضعف المستوى الاقتصادي للأسرة، أسرتهم أسرة فقيرة. طيب يا ترى إيه بقى نتائج الأمية ديت على الفرد، على المصري وعلى المجتمع المصري كله؟ الأمية بتعمل عندي انتشار جهل وخرافات. بيبقى في عندي جهل، اما تلاقي اللي قدامه مش عارف يقرا ويكتب يبقى عنده جهل، ما يبقاش عنده معرفة بكل حاجة بتدور حواليه. كمان بيبقى فيه خرافات، زي اللي يقولك ايه، لما تتعور حط ملح وشوف الجرح مش عارف حط عليه تراب واعمل. لا، بدل ما يروح المستشفى ويتعالج ويحط شاش ويحط مرهم ويحط بتادين ويحط مطهر فوق الجرح، لا. يبقى عندي هنا الأمية بتعمل ايه؟ بتعمل انتشار جهل، وكمان بتعمل انتشار خرافات بين الناس. الأمية بتقلل من فرص الحصول على العمل. مش قلنا إن في بطالة في مصر؟ البطالة دي سببها إيه؟ سببها انتشار الأمية، عدم معرفة القراية والكتاب. دلوقتي لو في مصنع جديد فتح وعايز يشغل عمال، واللي جايله في عمال بتقرا وبتكتب وفي عمال ما عندهمش قدرة ان هم ايه يقروا ولا يكتبوا، هياخد ايه؟ طبعا هياخد العامل المتعلم اللي عنده قدرة على الاقل انه يقرا، انه يكتب، انه يبقى عارف الورق اللي قدامه ده فيه ايه، عشان لما يجي يشتغل يقدر ينتج، يقدر ياخد حقه، يقدر يدي صاحب العمل او صاحب المصنع حقه. تمام. يبقى اذا عندي الأمية بتعمل انتشار جهل وخرافات بين الناس. كمان ايه؟ بتقلل فرصة الحصول على فرصة عمل. طيب ده بيعمل عندي انتشار بطالة وانتشار فقر. شفتم
الأمية بتوصلنا لإيه؟ بتوصلنا للبطالة والفقر مع الوقت، وبتأثر سلبا على برامج التنمية المستدامة، بتؤدي لتدني الاقتصاد القومي. لما يبقى في عندي أمية كتير بيبقى برامج التنمية بتقف، فبالتالي بتأثر على الاقتصاد وبتخليه اقتصاد منخفض أو متدني، اقتصاد قليل بين بقية الاقتصادات التانية. تعالوا بينا نشوف جهود مصر عشان تقضي على الأمية الهجائية اللي هي عدم معرفة القراءة والكتاب. مصر بتعمل جهود كبيرة عشان تقضي على الأمية الهجائية. أهم حاجة بتعملها مصر إنها عملت الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية سنة 1992. قالت لازم أبدأ، فبدأت وعملت الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية. كمان عملت كتير من المدارس، زودت عدد المدارس عشان تقدر المدارس دي تاخد تلاميذ أكتر وبالتالي تقلل الأمية بين الأطفال. عملت مبادرات كتير في المجتمع عشان تشارك في تنفيذ برامج محو الأمية. يعني مثلا مجموعة شباب في الجامعة عندهم وقت في الأجازة الصيفية، وقت فراغ، يقدروا إن هم في محيطهم بقى في المدينة بتاعتهم أو في القرية بتاعتهم يجمعوا كبار السن أو الناس اللي عندهم أمية هجائية ويعلموهم القراية والكتابة. دي مبادرات مجتمعية. لازم الدولة إنها تعمل المبادرات دي. هي فعلا بدأت تعمل المبادرات الاجتماعية دي عشان يشاركوا في محو الأمية، يقضوا على الأمية اللي موجودة. زودت وعي الأفراد بأهمية التعليم. إزاي؟ من خلال وسائل الإعلام. ممكن في التلفزيون تلاقي فيه إعلام، ممكن تلاقي على الإنترنت في فيديو بيقولك لازم تعلم ولادك، لازم تتعلم عشان تكون حياتك أفضل. لازم التعليم بيساوي حياة أفضل. كل ما الإنسان اتعلم وخرج بره نطاق الأمية كل ما كانت حياته أفضل. يقدر يلاقي فرصة عمل، يقدر ما يبقاش فيه جهل منتشر، يقدر إن هو يبتعد عن البطالة وعن الفقر وتكون حياته كريمة ويعدي لقدام. طيب، تاني نوع من أنواع الأمية اللي موجودة في مصر الأمية المعلوماتية التكنولوجية، اللي هي أمية المعلومات. إنه ما يقدرش يدخل على الإنترنت، ما يقدرش يتعامل مع الموبايل الحديث، ما يقدرش يتعامل مع اللابتوب. طبعا إحنا بنعيش في عصر المعلومات، عصر التكنولوجيا. حوالين التكنولوجيا كل دقيقة بيبقى فيها جديد، وبل إن كل ثواني بتلاقي فيه جديد. عشان كده مش بس إنك تقدر تقرأ وتكتب، مهم إن أنت عشان تعيش في عصرنا الحالي لازم تمحو الأمية المعلوماتية. تقدر تدخل على الإنترنت، تقدر تجيب المعلومات من على الشبكة الدولية للإنترنت، تقدر تتعامل مع الموبايل الحديث، تقدر تتعامل مع الأجهزة الحديثة، حتى الأجهزة المنزلية الحديثة كلها تكنولوجيا. طب إحنا هنتعامل معها إزاي؟ لازم نقضي على الأمية المعلوماتية أو التكنولوجية دي. ايه هي بقى؟ تيجي نعرف الأمية المعلوماتية أو التكنولوجية. هي عدم قدرة الفرد على تشغيل الأجهزة التكنولوجية والتواصل من خلالها والوصول للمعلومات. يعني في ناس مش بتقدر تفتح اللابتوب أو الكمبيوتر، مش بيقدروا يتعاملوا معاه، مش بيقدروا يفتحوا برامج التواصل. ما يقدرش يفتح الواتساب مثلا ويبعت منه رسالة أو يستقبل رسالة، ما يقدرش انه يبحث عن معلومة عن الانترنت ويوصل ليها. ديت الأمية المعلوماتية. الأمية التكنولوجية ما عندوش قدرة انه يتعامل مع الموبايل الحديث ولا مع الجهاز الكمبيوتر، ما يقدرش يتعامل. يبقى هي بقى الأمية المعلوماتية يا حبايبي الحلوين؟ هي عدم قدرة الفرد على تشغيل الأجهزة التكنولوجية، وكمان عدم قدرتهم على التواصل من خلال إرسال واستقبال الرسائل أو المكالمات. كمان عدم استطاعتهم الوصول للمعلومات، مش يقدر يبحث في جوجل مثلا عن المعلومة، مش يقدر يعرف منها أي حاجة جديدة من اللي بتحصل حوالينا. تاني مشكلة اجتماعية في مصر البطالة. البطالة بقى ايه هي؟ اللي هو عدم القدرة على العمل، مش لاقي فرصة عمل، قاعد بقاله سنة، 5 سنين، 10 سنين قاعد ما عندوش دخل نتيجة انه ما عندوش شغل او عمل. نسبة البطالة في مصر سنة 2020 كانت 7.9%. معدلات البطالة دي موجودة بين الإناث اللي هم البنات والنساء أكتر من الذكور، وموجودة في الحضر أكتر من الريف. لما أقولك صح أو غلط؟ ترتفع معدلات البطالة بين الذكور أكتر من الإناث، غلط. طب إيه الصواب؟
إن البطالة معدلها مرتفع قوي عن إيه في الإناث عن الذكور. طيب أما أقولك صح أو غلط، تزداد البطالة في الريف عن الحضر، خد بالك من الجملة، العبارة دي خطأ، لأن البطالة بتزداد في الحضر اللي هم سكان المدن عن الريف اللي هم سكان القرى. البطالة بتعمل لنا مشكلات، بتهدد أمن واستقرار مجتمعنا وبتزود معدلات الجريمة زي السرقة. ليه موجود فيه سرقة كتير؟ ليه موجود فيه نصب؟ ليه موجود فيه جريمة كتير؟ بسبب البطالة. يعني لو عندي الشباب بيشتغل عمره ما يفكر يعمل جريمة. واحد محتاج فلوس، تمام، ايه اللي هيخليه يسرق؟ انه مش قادر يوصل للفلوس دي. طب لو هو بيشتغل وعنده فرصة عمل مناسبة ليه، عمره ما هيفكر يرتكب جريمة، اي جريمة بقى من الجرائم اللي موجودة. تعالوا بينا ناخد شكل التعليم عند المصريين القدماء. المصريين القدماء اهتموا بالتعليم، عشان كده كان عملوا حضارة عظيمة لسه لحد اللحظة العالم بيحتفل بيها. طيب ازاي المصريين القدماء اهتموا بالتعليم؟ اخترعوا الكتابة الهيروغليفية. لسه لحد اللحظة العلماء بيترجموا النصوص اللي المصريين القدماء كتبوها بالكتابة الهيروغليفية، بعد ما عرفنا بتتقرا وبتتكتب ازاي. كمان اهتموا بانهم يبنوا مدارس وجامعات عشان يعلموا المصريين. اول جامعة موجودة في التاريخ جامعة اون. تاني، ايه هي اول جامعة في التاريخ؟ جامعة اون. كان بيجي ليها الطلبة من كل دول العالم، من اليونان، من الرومان، بيجي من سوريا، بيجي من بلاد الشام، بيجي من ليبيا، من كل البلاد. جامعة هون هي أقدم جامعة موجودة في التاريخ. كانت موجودة فين؟ في مصر. كان بيجي ليها الطلبة منين؟ من كل أنحاء العالم أو من جميع أنحاء العالم. الكتابة الهيروغليفية كانت على شكل صور ورسوم زي ما احنا شايفين كده في الجدول. هي كل رسمة أو كل صورة بتعبر عن حرف. هي عبارة عن مهاش أرقام وحروف زينا، هي صور ورسوم. المصريين القدماء استخدموا الكتابة الهيروغليفية عشان يسجلوا الأحداث، يسجلوا لنا الأخبار اللي كانت بتحصل وأهم الإنجازات. طبعا كل ملك من الملوك له إنجاز، عشان يسجلوا ويعرفونا الإنجاز ده استخدموا الكتابة الهيروغليفية. الكتابة دي ساعدتنا إن احنا نعرف الحضارة المصرية القديمة، قدرنا إن احنا نفك رموزها، قدرنا إن احنا نترجمها، ولما ترجمناها عرفنا الحضارة المصرية. عرفنا كانوا بيتاجروا ازاي، كانوا بيحاربوا ازاي، كانوا بيدافعوا عن مصر ازاي. عرفنا كل أو معظم الحاجات عن الحضارة المصرية القديمة. يا ترى المصريين القدماء استخدموا عشان يكتبوا عليه الكتابة الهيروغليفية؟ الورق البردي. ورق البردي حط كده تحتها خط. ايه هو بقى ورق البردي؟ هو عبارة عن ورق استخدمه المصريين القدماء عشان يكتبوا عليه الكتابة الهيروغليفية. مهم جدا نبقى عارفين. لو جالك هنا سؤال أكمل العبارة التالية: استخدم المصريين القدماء نقط للكتابة عليه أو للكتابة الهيروغليفية عليه، هتقول ورق البرد. طب اما أقولك صح أو غلط. استخدم المصريون القدماء الورق الأبيض للكتابة الهيروغليفية عليه. طبعا دي عبارة خطأ. طب ايه هو الصواب أو الصح؟ استخدم المصريون القدماء ورق البردي للكتابة عليه. كده حبايبي الحلوين خلصنا درس النهاردة. ما تنسوناش في اللايك الجميل والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلكم الدروس والحصص اللي جاية. كانت معاكم مس مروة، أشوفكم قريب في فيديو جديد ودرس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.